يقول الأستاذ هشام جعيط: طارق هو مولى بربري من قبيلة نفزة. تتواجد قبيلة نفزة في مدينة الناظور في شمال المغرب الأقصى. وذكر ابن عذار المراكشي حيث قال: فهو نفزي مشيرا إلى قبيلة نفزة المغربية. وفي اسمه دلالة على قبيلة أخرى جاء ذكر بن يطوفت، وهي قبيلة آيت يطوفت الموجودة بالريف المغربي، وتحدها شرقا قبيلة أيب قوين، وشمالا ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغربا قبيلة آيت بوفراح، وجنوبا قبيلة باني ورياغل وقبيلة تاركست، كما يشق أراضيها وادي أسنادة. يقول رافائيل ديل مورينا: هذا المحارب من أصل بربري، منذ طفولته عاش في اتصال مع الطبيعة في جبال الريف في المغرب الأقصى. ويوافقه جوزيف دياباخو حيث قال: هذا المحارب أظهر مهاراته في فنون الحرب التي سمحت لهذا الريفي المولود من أصل بربري بالظفر بمنصب حاكم طنجة. أما عبد العزيز الفلالي وهو جزائري، أستاذ مادة التاريخ ورئيس جامعة الأمير عبد القادر، سابقا في كتابه العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودولة المغرب، قال: فقد اجتاز مضيق جبل طارق جيش كتيف من المغاربة لفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد المغربي،